كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الآية دي على فكرة هم آيتين. الحقيقة أنا عايز أركز على خالدين فيها. طبعا فأما الذين شقوا هم كفروا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى في النار وبئس المصير، لهم فيها زفير وشهيق، هو داخل وهو خارج، داخل وخارج، زفير خارج وشهيق داخل. يعني بيتنفسوا في النار، الكيمياء بتاعتهم بتتغير، الجسم كله بيتغير في النار. لو هم كيمياء الدنيا مش هيستحملوا، هيموتوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم أنهم في النار لا يموتون فيه، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة وقام. فهنا أهل النار سيمكثون في النار يعذبون فيها، مع ان كل العذاب ده مهلكه ومظنه الموت، بس ربنا سبحانه وتعالى كما قلت بيغير الكيمياء بتاعت الجسم خالص، ان هو لا يموت. حتى انهم اشتكوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ده بس مجرد انتظار القرار، انتظار القرار، مجرد بس ان يعني دخلنا النار، حتى ده لسه ما دخلوش، بس الانتظار بس. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق يكرهون. الايه اللي انا بقى بصدد دي اللي هي خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. الكلمه دي الا الاستثناء ده عمل مشكله كثيره مع اهل العلم، وفي اقوال كتير، اكتر من 7-8 اقوال، وفيها شبه كتير. ايه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك؟ الا دي استثناء. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى هيخرجهم من النار؟ طب منين ربنا هيخرجهم من النار؟ ومنين ان هو قال خالدين فيها في ايات تانية خالدين فيها ابدا؟ في تعارض، في تناقض. هنا قال لك لا، ده فهمك انت. امال بقى الفهم الصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ارادته محضه، ارادته سبحانه وتعالى فوق كل اراده. يقول لك انا ادخلهم النار وانا بايدي كل حاجه، ولا عايز اخرجهم اخرجهم، بس انا طبعا قبل كده كتبت، ركز بقى في اللفه دي، قبل كده كتبت على اهل النار انهم خالدين فيها ابدا. ولكن ارادتي انني اذا اردت ان اخرجهم اخرجهم على طول. لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب في كتابه انهم من اهل النار خالدين فيها ابدا، عشان حتى لا يحتج عليه احد من الناس يقول لك دول خالدين في النار يا رب خلاص بقى ما تخرجهمش. مين انت عشان تتعالى على الله سبحانه وتعالى تقول له ليه ومش ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رغم كده ربنا سبحانه وتعالى لن يخرجهم من النار، لأن النار ربنا سبحانه وتعالى كتبها على أهل الكفر وأهل الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب واحد يقول لك طب تعالى هنا بقى هتجاوب على الآية ديت إزاي؟ إيه هي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كمل بقى الآية حتى حفظها. خالدا فيها. طب إيه بقى النظام؟ وهو القتل لازم يكون كافر؟ هو اللي بيقتل كافر؟ أنا بسألك سؤال دلوقتي عقائدي، هل من قتل مؤمنا هل كافر؟ ها؟ أيوه، لا أنا بتكلم اللي بيقتل ده هل كافر؟ مش كافر. طب هنا بقى قال لك هنا خالدين فيه، يعني مش يخرج من النار؟ أحسنت. يبقى هنا ليس على التأبيد، هنا ما قالش أبدا. شوف ألفاظ ودقة وبلاغة وفصاحة اللغة العربية في القرآن الكريم. لا يمكن أي أحد من أي سقطة لغوية
خالدين فيها على سبيل الزجر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعنف اللي هو بيفكر ان هو، ما هو انت لما تسمع القرارات دي قرارات من السماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، كل ده لما تيجي تسمعه تبعد. اللي كان بيفكر بس يجيب اي حاجه لو حديده ولا يرجع يخاف. واخد بالك من الحته دي؟ فهنا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، على فكره ديت تستخدم في اهل العرب، ما دامت السماوات والارض على سبيل التأبيد، حاجه يعني ما لا نهايه. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، يرجع لمشيئه الله وارادته المحضه التي هي فوق كل اراده وفوق كل مشيئه سبحانه وتعالى. هم مش هيخرجوا، ولكن انت ما تمنعش ولا تتعارض مع الله سبحانه وتعالى. هو قال قبل هذا في آيات خالدين فيها أبدا، هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن الله. لذلك بقى تسجيل الآية يوافق الكلام اللي احنا قلناه، إن ربك إيه؟ فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. حذار، أنا بحذر نفسي وإياك من اللي أنت تتألى على الله عز وجل. في مما يروى من حكايات بني إسرائيل إن واحد قال على أحد العصاة أنت في النار وبئس المصير، فأنزل الله وحي من السماء على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يدخل هذا الجنة برحمته وهذا النار، وقال من ذا الذي يتألى عليه. لذلك حبايبي ربنا مكنك من الصلاة، ربنا مكنك من القرآن، ربنا مكنك من ان انت بالهداية. اياك ثم اياك تطلع بره تبص على واحد عاصي من فوق لتحت تحتقره وتحس ان انت في السماء وهو في الارض. البصة دي وحشة. انا عارف ان انت كاره اللي هو بيعمله، بس بلاش البصة دي وتحس ان انت في الجنة بقى ومنعم وبترفرف فيها وهو في النار بيتشوي. لا، بلاش تتألى على الله عز وجل حتى بالنظرة. شفته كده ادعي له. قبل كده انا قلت كتير الكلام ده في المسجد ده وفي غيره. في مرة خرجنا من صلاة الفجر سمعنا ضجة بقى بالعربية والسكسكة اللي انت بتسمعها دي، انت فاهم، والمزيكا. فواحد لسه خارج من صلاة الفجر الله يلعنه، الله ينتقم منه، الله يحرقه. طب ليه يا عم؟ قام رد واحد تاني، طب انت كنت في يوم من الايام بتسمع زي حالاته، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ده بدل ما تدعي له ربنا يهديه، ربنا ياخد بايده، وربنا يرده الى دينه ردا جميلا. محتاجين الرفق، محتاجين ان احنا ناخد الناس ديت. والله الناس دي فيها خير، ما احنا كلنا في الهوا سوا، احنا كلنا عصاه، بس ربنا ستر علينا. بس هي الفرق بيننا وبينهم ان ربنا سبحانه وتعالى ستر علينا، فنستمسك بهذا الستر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وأن يفضحنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الهداية إلى أن نلقاه. كل ما سمعتم وأستغفر الله.